كيقول أحد المشايخ: يغنيك عن الدنيا مصحف شريف، وبيت لطيف، ومتاع خفيف، وكأس ماء ورغيف، ولباس نظيف. الخلاصة، هذه هي خلاصة العيش بسلام لمن تفكر وتدبر. العزلة مملكة الأفكار، والدواء في صيدلية الأذكار. اذكروني أذكركم. فإذا أصبحت طائعا لربك وغناك في قلبك، وأنت آمن في سربك، راض بكسبك، فقد حصلت على السعادة، ونلت الزيادة، وبلغت السيادة. يعني فهموا الكلمات، علاش قلت لكم لمن تدبر وتمعن. واعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ يعني العمل هنا للباقية ماشي للفانية. هادشي فين كنضيعو حنا وكنتوضرو. أتضيق من ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن كيرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة. شوفوا شحال سهلة، سبحان الله العظيم. الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة. العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت. الابتلاء، الدور ديال ابتلاء المؤمن هنا فين كيبان. العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت. فاشكروا الله دائما في الجلوس بعد السلام من الصلاة المكتوبة، وما تستعجلوش بالقيام. استغفروا وسبحوا واقرأوا ولو آية. ما تنسوش أنكم في ضيافة الرحمن عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خلاصة الحياة والجري وراء تحقيق الأحلام والمكاسب، هذه هي الخلاصة. تبارك الذي خلق المودة في القلوب، ويسر لها بالتواصل كل الدروب. سلام ودعاء من القلب إلى رب الوجود، بأن يمن الله عليكم بجنات الخلود، وصحة وستر، وعمر بالطاعة ممدود. الصراحة أنا عجبني هذا الكلام بزاف، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنني نعمل به وتقاسمته معكم وشاركته معكم، باش يكون عندي حتى أنا أجر من عمل به.